السلام عليكم، شلونكم؟ أخباركم؟ اليوم أني والصغيرونة بنوتي رجعنا لكم بفلوق ومقطع جديد. اليوم راح نصور لكم ماركة التيدي أو متجر التيدي، وهاي جاي ننتظر الباص، وجانا الباص هسه أنا والصغيرونة. هيا بنا. قبل ما أروح على الماركت هاي جايتني مخالفة، يعني تأخرت بدفع فاتورة الانترنت، فجيت على البنك، هذا شباركاس البنك، جيت ادفع واسوي كشف حساب، اشوف شنو اللي انسحب من عندي ما انسحب. وهذه اني وصغيرونه دخلنا، جينا على الماكينه هنا. هذه بعد ما خلصنا الاجراءات جينا حطيت الكارت، اريد اشوف حساب البنكي، شنو كشف الحساب، شنو ايش بيه ما بيه، صرفه وما صرفه، وش عندي ما عندي. هاي ثواني وطلع الإيصال. طبعا كشف الحساب البنكي هنا بس تحط الكارت بهاي الماكينة ويطلع لك الأوراق بيها كل شي صرفت ما صرفت. وبعد ما خلصنا انتقلنا إلى التيدي. هذا هو التيدي. طبعا أنا أحب أصور لكم علامته حتى تعرفوه. وهذا التيدي بأي مكان بأوروبا موجود، أو بألمانيا بالأحرى. تقدر تدخل على الجوجل بس تكتب تيدي راح يطلع لك التيدي القريب منك، تقدر تروح له عن طريق الGPS. وصورت لكم مقطع جزء أول لأنه بنتي سوت بيه سالفة، نهاية الفيديو راح تعرفوها. وهاي وصلنا هنا إلى مدخل التيدي. هنا شغلات €1 ولا €2، يعني بالعراقي 1500 دينار، أم 1000 أم 1500. شغلات هم حلوة مرتبة. طبعا هذا البالونات أو النفاخ هذا هيك زينة، بيه شغلات رخيصة وشغلات غالية. وهاي أول ما دخلنا طبعا أنا ما أخذت وياي سلة أو سلة تسوق أو عرباية تسوق، لأنه دا أجر العربانة مال صغيرة، لأن صغيرة حاطها بالعربانة، فما أقدر شنو أخطبوط، ما أقدر أسوق بيه الاثنين. يجي هنا مثل ما تشوفون هذني مال زينة، مال ألعاب، مال عيد ميلاد، مال هدايا وألعاب وشغلات. راح أحط لكم أسعار على جزء بسيط منهن، وفرق بين بالسعر العراقي والسعر التركي واليورو، لأنه صراحة ما قدرت أصور، سوت بي سالفة دمرتني. شوف هاي الأقنعة، هاي قراصات أو كباسات مع الشعار. عجبني قناع أنا شفته زين. هذه هنا الملاعق، البلاستيكات، الكرتون كلهن، الماعين، الصحون كلهن البلاستيك والكرتون. بالنسبة لأوروبا يعني هذه أسعارها مناسبة بالنسبة لأوروبا، وبالنسبة للوطن العربي، الوطن العربي €1 تسوي بلاوي. هذه قراصات ومال شعر، أقنعة. هذا القناع اللي قلت لكم عليه، قلت آخذه وأصور بيه على اليوتيوب. هذني الأمور حلوة. طبعا ذني خشب تعبانين عليها، شوف شلون شغلات حلوة. هاي مجرات، هاي سعرها 2400 بالدينار العراقي و54 ليرة بالتركي. طبعا هاي يمكن يحطون بيها مال المكياجات والسوالف، هنا الجنط والقرطاسية والسوالف مال المدرسة. هاي لزقات، الدفاتر، بكرات مال الخياطة، مال حياكة، دقام، دانتيلات. كل شي موجود هنا. هذني هم حلوات، هذني فلين، ما أعرف لشنو يستخدموها صراحة، هم نفس الشي. يمكن مال حياكة محياكة. هاي سوالف، هم لزقات، شغلات تدوخ.
كل شي بيهن، كل شي اكو. طبعا صورت لكم بسرعة وما ثبت لكم عليهن لانه بنتي خبلتني وتورطت اخذتها وياي. ذني محافظ تحط بيهن الاقلام، سوالف المدرسة، هذني مال حياكة، هاي شغلات كلش حلوة. طبعا هاي يفيد الخياطين. شوف ذني كلهم مال حياكة. هنا قسم الزرع، بس هذا الزرع كليته صناعي يعني مو طبيعي. ورد، مزهريات، سندانات، هذني مزهريات مال ورد، هذني يحطون بيهن الورد، يحطون بيهن. هذه سعرها بالدينار العراقي 3500 وبالليرة 89، هي 2 يورو ونص. هاي نفس السعر بس ما مبين بالكاميرا، مهجومة هجم الكاميرا. شوف هذني كلهن مزهريات، شي أحلى من شي، كلش حلوات. هاي قسم الورد يخبل وعبالك طبيعي. شوف شلون شغلات حلوة، والله ظليت أباوع عليهن أتفرج أكحل عيني بيهن. بس هاي بنتي كارثة، ما خلتني أصور، ذبحتني ذبح. شوف شلون شغلات. هاي هنا آمون أبو الصمون، هاي هنا هم مزهريات، شغلات تخبل كلش حلوات. يعني هاي تفيد النسوان مات بيت ينطاجن على هالسوالف ذني. هاي جذبت انتباهي، فد حلوة كلش حلوة. هذا هنا بابا نويل، التماثيل الزينة، هاي شغلاتهم حلوة. نعم كلها تماثيل ذني بيها. هاي ام الذبان، سيف الذبان، ام الذبابين. هذه هنا تعلق بيها اتوقع المزهريات، الزرع، كانت عندنا منها بتركيا. اللي دوخني هذه العلاقة التشيس، سعرها 8 يورو، يعني بالدينار العراقي 11500 دينار، وبالليرة 280 ليرة. ليش يابا شيل بيها ذنوبي؟ وهذه كذلك نفس السعر، هم نفس السعر. وهنا هذا القسم هم كذلك حلو، شغلاتهم حلوة مرتبة، هم مال هدايا، ما هذه تعلقن بالمطابخ. هذه ب9 يورو، يعني زيادة شوية أكثر. هم شغلاتك وشغلات بهن غالية، بس إنها بالنسبة لعملتهم لا يعني مرتبات. هذه ب10 يورو، يعني 14,000 وشوية، 251 ليرة. هذه قسم الألعاب، ألعاب شغلات حلوة مال أطفال، مسدسات مال ماي، رشاش مال ماي، كل شيء شغلات حلوة يعني. طبعا هذا سعره بالدينار العراقي 12,750 وبالليرة 315 ليرة تركي، سعره غالي. طبعا اللي عليه هنا علامة حمراء أو قطعة حمراء هيك صغيرة لزقة، هذا عليه عرض يعني، والعرض مالتهم كلش قوي، من 10 يورو ل 2 يورو هيك. هاي الفريرات بس كبيرة، كلش كبيرة، سعرها 10 يورو. هاي ما بيها عرض، هذه ما بيها عرض. هذه شفقة سعرها 7500 دينار، 140 ليرة تركي. كلهن نفس الشيء، كلهن نفس الأسعار، شغلات حلوة. طبعا حلوات هذه مال أتاكيت، هاي المطارات مال أطفال،
شي 6000 دينار. المطار بالليرة 180. هذه مال موضة أو مال بوظة، طبعا تعبيها ايس كريم وتحطها بالثلاجة، طلعها تكون جاهزة. أخذت واحدة لبنتي كلش حلوات، أخذت واحدة نسوي لها ايس كريم. هذه كذلك هم مال أطفال. طبعا هذا القسم كليته مال أطفال بأشكال وأنواع الألعاب. هذه اشتريتها لبنتي بيانو، سعرها 5 يورو، يمكن 5 يورو. بس شنو عطلانة ما تشتغل، مو عطلانة إلا بالدق يلا تشتغل، إلا دقتين على ظهرها يلا تشتغل. هاي الألعاب لعابات، شوف شحلاتهن شلون حلوات، شغلات كلش حلوة. طبعا كلبت هنا الصغيرة كان أمشيها بسرعة، عبرتها قلت لها يلا تزحلقي. هاي درفايس، مفكات، بنسات على قولة اللبنانيين، كندك، قفالة، دريل، كل شي موجود. هذا السيت بالعراقي سعره 21,000 وربع، وبالليرة 526. هاي قسم القوالب مال كيك، هنا كل هالقوالب. خاصة بالمعجنات، شكو شي خاص بالمعجنات موجود هنا. مصافي مدري شنو. هاي هنا نفس الشي هم مال تنحط جوا الكاتو، كلاوات العيد. هذه الطاوات، هاي سعر الطاوات كلهن، هاي ب5 يورو. زينات خوش طاوات، احنا جربناهن ذني يعني يمشن الحال. هاي ب7 يورو الكبيرة. هذه حلوة، هذه قطاعة بيتزا كلش حلوة، شوف شلونها على شكل بايسكليت. شوف الله، هاي سالفة. هاي هنا كل أنواع الكوابة، بس عاديات ذني الكواب، سعرهن يورو، يعني 1000 وشوية، وبالليرة شي 20 ليرة. هاي الماعين هم عاديات، وبين نقشات هم حلوة، في منهن حلوات وبي عاديات. هذا جبنا سيت من عنده، هذا مال بهارات. طبعا زوجتي سويته مال بهارات، جبت لزقة وكتبت عليه كركم، بهارات برياني، هم حلوة زينة يعني. جبنا سيت ماله ب4 يورو. هاي طول التصوير هيش بنتي ملت، جبتها هنا قلت أقشمرها ما يفيد.
هذه هنا حطيت ايدها على خشمها، يعني عاملة نونو. دخلنا انذار، كنت اصور على السريع لان عطرتها للمحل تعطير. هاي البنات يحبنهن، ثاني اظافير جاهزة ملونة مصبغيها يعني. اشكال انواع، اغلبية الالوان موجودة. اظافير بناتية. هاي هنا المكياجات خاصة، امور خاصة بالمكياجات، مشوطها، فرش مال المكياج. أنا بهالأثناء هذه بنتي قلبت الدنيا بكي وإف وما إف، وتحط إيدها على خشمها والدنيا اشتعلت. فأنا قررت أنهي الفيديو، وإن شاء الله الفيديو عجبكم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك. السلام عليكم.